احنا دلوقتي انا والطاط الله بص الالوان حلوه قوي. رايحين دلوقتي المدينه برياء. احنا في سلامينا فرايحين المدينه عشان نجيب العلبه ونقول لكم العلبه دي فيها ايه. ورايحين بصراحه مش عارف احنا رايحين ليه، بس رايحين نعمل كام حاجه كده، كام مشوار، فهناخدكم معانا في الفلوج النهارده عن المشوار من الجزيره للمدينه. باي باي. طبعا علشان نروح المدينة لازم نركب الفيري بوت أو المعدية اللي بتعدينا على المدينة، علشان احنا عايشين في جزيرة والجزيرة بتبقى متحوطة بمية، فعلشان نروح المدينة لازم نركب المعدية. وطبعا علشان الجو حر فاحنا بنسيب الموتوسيكل تحت، ومش فاهم هو طاطا متشيك كده ليه. وبنطلع نقعد فوق في التكييف لأن الجو كان حر قوي قوي. المشكلة ان المعدية دي بصراحة مش حديثة قوي، يعني في ساعات بيبقى راكنين بقى، يعني بنركب ساعات حاجات تانية حديثة. اللي عايز يقعد فوق بقى يقعد فوق في الهواء الطلق ويستمتع بالبحر. انت رايحة فين يا حمامة؟ ودلوقتي هندخل نقعد في التكييف. لا مؤاخذة، ده الحمام والكابينيه مش هو ده. يبقى اهو اللي جاي هو ده المكان اللي احنا بنقعد فيه. هي دي المعدية، دي القديمة، عشان كده قلت لكم اصل في حاجات تانية والله العظيم فرشين فرش ولا اكني مثلا فاهم جهاز عروسة جديدة، بيت جديد. ده فرش اللي هو قديم كده اي كلام. طيب بما ان احنا دلوقتي قاعدين في المعديه او الفيري بوت، فدلوقتي معدية هدرت السفينة الأهلية دي خالص. طب دلوقتي بس عايز اوضح بس حاجه، لان انا متاكد الناس كلها هتسال اشمعنى انا لابس الخوذه وانت لا. احنا قبل ما نركب الموتوسيكل اتفقنا اتفاق. احنا عندنا خوذتين. لو اللي هيلبس الخوذة هو الجو حر، فانا مش عايز البس الجو حر الخوذة. قوي، فهو قال هلبس الخوذة وهو مش لو في بوليس هو اللي مش هيدفع غرامة وانا هدفع غرامة. انتوا عارفين بس ان تاتا اتمسك قبل كده وهو مش لابس خوذه ودفع غرامه 50 يورو 2000 جنيه. دفع 50 يورو علشان هنا اللي بيبقى سايق الموتوسيكل من غير ما يلبس الخوذه بيدفع غرامه، وهو اتمسك قبل كده مش مثلا يتعلم. فعشان كده هو لابس الخوذة عشان ما يدفعش الغرامة. قال لو انا مالي، انا ليه ادفع 50 يورو؟ انا مش فاهم. كل واحد يشيل غرامته. الفلوس دي بنلاقيها كده في الارض. بس الجو حر، لا مش هقدر استحمل الخوذة. واحنا قاعدين هنا جوه علشان التكييف. معلش سؤال تاني، انا يعني زي ما انتم شايفين لابس تي شيرت عادي الشورت، هو انت متشيك ليه؟ كالعادة بتاعي انا طاطا ترافل بلوجر لا والله، طب بجد انت متشيك ليه؟ عشان عايز اخد صورة حلوة. مش فده يعلمنا ان تاتا ما بيلبس خوذه وما بيلبس حلو غير لما ياخد صوره حلوه. بالظبط. عند خالتي اخدنا العلبة. يا ترى العلبة دي فيها ايه؟ فيها ايه تاتا العلبة دي؟ ايوه دي طبعا هبقى احكي لكم بعدين العلبه دي فيها ايه، هنعرفها مع بعض. خلصنا المشوار عند خالتي، طبعا ما ينفعش نبقى في المدينه وما نروحش نسلم على خالتي، او زي ما هي بتحب نقول لها طنط وانا بحب اقول لها طنط خالتي. هنكمل بقى المشاوير في المدينه، وتعالوا بقى ناخدكم اليوم كان ماشي ازاي وعملنا ايه. ولا الاتوبيس بتاع اسكندريه هلا منظره بحر اسطى. تاتا طلبت معايا عايز يعمل شوبينج ويشتري لبس وحاجات من دي، والمشكله في حاجه ان انا وتاتا ذوقنا مختلف تماما. يعني هتلاقوا دايما اختيارات تاتا في اللبس غير اختياراتي خالص. يعني بصوا مثلا القميص ده لا وحش، مش عاجبني يا تاتا. ودلوقتي تاتا هو بيختار مايو، لا برضو وحش، مش عاجبني يا تاتا، شوف حاجه غيرها. طب ندي لك فرصه كمان نشوف. لا برضو لا، مش عاجبني بصراحه يا تاتا. طيب نفكنا كده بقى من تاتا، تعالى بقى انا اختار لك حاجه واوري لك بقى انا ذوقي ايه. يعني انا مثلا عجبني مثلا القميص ده كده بالرسومات اللي عليه والحاجات اللي عليه دي، لا تمام شكلها حلو. وبرضه عجبني القميص ده واخترته، وتاتا برضه حاسس ان هو عجبه، بس لا السعر ما عجبهوش، فبالنسبه له مش حلو. وطبعا كلنا فاهمين ليه تاتا عجبه الجزء ده، علشان كل التيشيرتات دي بقى ب5 يورو. طيب اختار انا لتاتا. انا عجبني التيشيرت ده وقماشته شكلها حلو وانا عاجبني بصراحه، بس تاتا مش عاجبه. ليه؟ لان هو الاختيار على 5 يورو والتيشيرت دي شكلها ب12 يورو، فهو مش عاجبه، عشان كده مش عاجبه. طيب نفكنا بقى من اختيارات تاتا، تعالوا اوريكم بس اختياراتي بعيدا عن السعر. انا بحب فكره القمصان الواسعه الاوفر سايز اللي شكلها غريب كده، بتنفع قوي في الصيف وستايل
البحر والجزيره والحاجات من دي، فانا بحب الستايل ده بصراحه. تاتا ايوه ادخل صور المحل ده انا ادخل اصوره فيديو. وريني. المكان ده من الاماكن اللي عايز اقعد فيها، هو عباره عن بار وبرانش اللي ممكن حد ياكل اي حاجه، وبصراحه شكله حلو قوي وعجبني. قلت لتاتا يدخل يصوره علشان عايز افرجكم عليه، وحبيبي ساب المكان بدل ما يصوره مصور لي الحيطه المذهب دي. طبعا ندمت اني خليته هو اللي يدخل يصور. وعلشان تاتا عنده فرح معزوم فيه في الصيف على البحر باين او في حته باين مفتوحه، فهو لقى بدله صيفي. والغريبه اكتر ان كانت هي عجباه. انا بصراحه المنظر ده ما كانش عاجبني، بس انا حاولت اقنعه ان يشوف نفسه في المرايه. الغريبه ان هو برضو لسه مقتنع، بس الحمد لله خليته ما يجيبهاش. ولما خلصنا لقينا المكان ده اللي بيبيع الحاجات المشروب اللي بيفرقع ده، اللي صورته فلوج هحط لكم اللينك. ما عندناش راكت. ده راكت اطفال مش هنلعب بيه. طب بص ده اسمه دايف باديز. ده ايه؟ بيعمل ايه؟ زي سمك بترميه على الشط، فاهم؟ فإليني مثلا يعني ترميه في الميه وهي تغطس وتجيبه، زي ما هو بنلعب تقيل. نرمي الجنيه في البسين واللي ينزل يجيبه. بس ده تقيل، فاهم؟ فهو على شكل سمكه. حلو. فده يعلمها ان هي تغطس من غير ما تخاف. تغطس ايه يا ابني؟ انت دي بتنزل تغسل وشها في البحر، فعملت تغطس يا ابني احنا نمسك السمكه دي كده. انا عايز افتحها لك عشان اوريها لك عشان تفهم قصدي. طب الناس طيب بص اهي، فاهم؟ أيوة تقيله، هنرميها لها جوه وهي هتجيبها بقى. هتضيع على الفاضي. يا عم ده 20 يورو. يلا بينا يا عم. 3 دي مش رخيصة. لا يعني كده ولا كده؟ ده كده. احنا دلوقتي وصلنا عند باساليماني، ميكرو باساليماني، علشان نصور اليخت بتاع تاتا. بننقي واحد نشتريه جديد. هو بصراحه لابس الطقم ده عشان يتصور صوره حلوه، فهو قال لي قلت له تعالى اصورك عند اليخوتة، فبفرجه على اليخوتة. في ميدوسا، في كولونيل، في جايا. بص ده ايه ده جيت سكي. جيت فوق اليات. ما اسمهوش يخت، اسمه اليات. يختي عليه. وايه ده؟ بص دي مركبه صغيره. لا مركبه صغيره فوق المركبه الكبيره. تاتا ايه المركبه السودا دي بقى؟ السودا دي ده بتاعت باتمان دي. قول والله العظيم انا كنت حاسس ان باتمان يوناني. اصلا مامته يونانيه. زي امي. ايوه يعني شبحيه الصراحه. بص لا بس حلو، اسمه بلاك بانثر. شفت؟ مش قلت لك تبع اهو الفانتاستيك فور. ايه ده؟ بص اصلا يا جماعه بصوا اسمه ايه ده؟ ميركوري. معرفش اسمه ايه. ايه ده؟ بص القعده. لا جميله قوي. تاتا انا هصورك قدامه. عارف ليه؟ ما شاء الله عشان ربنا يفتحها عليك وتجيب واحده زيها ان شاء الله. احسن منها. صورني بقى عند بلاك بانثر. ماشي. فيديو ولا بقى؟ لا يبقى من قدام ولا؟ تعالى بقى، تعالى بص من هنا. ده بيتأجر يا عم باين عليه. اقف. ايوه هنا. اضحك بقى. ستوب. اقف. ايوه. بص على اليخت بتاعك، بص على العربيه بتاعتك بره اللي راكنه. العربيه اللي راكنه بره تحفه. بصوا يا جماعه ده اليخت بتاع تاتا. دي سماعه صب علشان هو شغل مهرجانات وبتاع. دي كراسي طيار. انت عارف انا حاسس اليخت ده بتاع مين ولا؟ محمد رمضان. خلصنا التصوير جنب اليخت ورحنا بقى في مطعم علشان ناكل حاجه. بصراحه كنا جعانين جدا. تاتا عايز اعرف ايه رايك في تقضيه اليوم معايا النهارده؟ يوم جميل لذيذ خفيف. على فكره انا لسه ما دوستش كاميرا، انت ممكن تقول الحقيقه وانا هدوس يعني مش فاهم. يعني دلوقتي مش هصور، انت قول الحقيقه. اليوم متعب. صدعت دماغي وجعتني. الشمس فوق دماغي بالسكوتر جابت لي تربانه في دماغي. طب دلوقتي هدوس اوكي. ايه رايك بقى دلوقتي؟ قول. يوم خفيف لذيذ حلو، اتبسطت. بس انت مفرهد. الجو بس كان حر شويه بس قشطه يعني. شويه بالسكوتر فيه هوا وبتاع. جاي يقبض عليك عشان انت مش لابس الخوذه اهو. ستيك ده ريحته حلوه جدا. ودلوقتي بقى وقت الاكل. جاهز يا تاتا؟ تاتا بص هقول لك حاجه، جرب تبقى فود بلوجر.
جماعه احنا هنعمل الاختبار دلوقتي لتاتا وهو بيعمل لنا ريفيو عن الاكل بتاعه. يلا يا تاتا ابتدي. اول حاجه هنشوف البطاطس. البطاطس سخنه خالص. سخنه بقى. يلا البطاطس سخنه فالاكل كويس. انت بتعمل ايه؟ دول صوص. ما بيدوقوش الاكل هو لسه نازل سخن. انت فود بلوجر ايه؟ بنص جنيه. البطاطس حلوه وسخنه وطازه. مش خد قطمه. ماشي. مع السمبوكس ذات نفسه. العيش نوري له المكونات. دي المكونات. كفته وبصل وصوص التزيكي وبطاطس. بس انت مش بتحط فيه طماطم، هو بيجي معاه طماطم بس هو طالبه من غير طماطم عشان مش بتحب الطماطم. عشان الاكل فهمان كويس الطماطم ما بيحطهاش في الاكل. ده بجد؟ لا ده انت اللي مقلب من عندي دي. دراسه عملتها وانا قاعد كده. البصل العيش عاملينه على الشوايه. كفته جميله. صوص كل حاجه مظبوطه. طازه في طازه. طازه في طازه. ناكل بقى يا عم. انت كده مش فود بلوجر خالص. انا عايز اكل بعد كده اقول رايي في الاخر. مش كده الفيديو ايه؟ خلاص. لا المفروض بتديله لازم تقيم. التقييم بتاعك كام يا فنان؟ 10 من 10. كل حاجه مظبوطه في مكانها. ماشي. هاكل انا بقى ونبقى نكمل الفيديو. ايوه يلا. وبعد ما خلصنا الاكل رحت السوبر ماركت عشان كنت عايز اجيب حاجات للبيت. بص احنا ما عندناش تحس هيليق اصلا نحط فيه الديبنج. فعلا. بص دي سمك. احنا ما عندناش طبق على شكل سمكه. ده بجد على شكل سمكه بجد وغويطه. ممكن نحط باستا سي فود. هجيب 2 عشان في وسط الطبق المفلطح. هو المفلطح ممكن نحط فيه ايه؟ قشر بقى، قشر السمك. بص حلو هنجيب الاثنين دول. بص بقى الجمال. فنجان قهوه فعلا بابا بيشرب قهوه فعلا بقين قد دول بالظبط. تحفه. واكتشفنا بقى ان دي مكنه اللي هو بيقشروا بيها الاناناس، فعايز افرجكم عليها عشان عجبتني جدا. بيقشر الاناناسه من فوق ومن تحت كده وبيحطها بقى في المكنه دي وبصوا بتطلع الاناناسه متقطعه وجاهزه وبعد كده بيعبيها بقى ايه في الكرتونه. طبعا ممكن حد يقول لي طب انت منبهر ليه؟ هقول لكم علشان بجد دي اول مره اشوف مكنه تقطيع الاناناس، فكنت منبهر بيها. ورجعنا تاني وبالصدفه ركبنا نفس المعديه اللي احنا رحنا بيها اول مره علشان نرجع على الجزيره. عايز اقول لكم هو اليوم لسه ما خلص. وبكده خلصنا اليوم. ايه ده؟ عيب كده. وبكده يبقى خلصنا الرحله الجميله اللطيفه. وبرده ما قلنا لكمش العلبه دي فيها ايه، بس عشان تعرفوا العلبه دي فيها ايه اعملوا لي فولو على انستجرام عشان تشوفوا العلبه دي فيها ايه. عشان تشوفوا العلبه دي بقى بجد فيها ايه. انا دقني كبرت جدا. انت محتاج تحلق. لازم احلق فعلا. وشكلها غريب. اول مره اطولها كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا ايه بقى؟ لايك، فولو، كومنت، ايه تاني؟ واعملوا حركه الاكسبلور. شير. حركه الاكسبلور معرفش. حركه الاكسبلور واعمل 3 اكسبلور. ما اعرفش ايه 3 الاكسبلور ده، هو بيقولوا كده. باي باي. دلوقتي مين القمر دي؟ أنا. ايه الجمال والحلاوه دي؟ شكرا. انت ايه حاطه ميك اب؟ كل ده ميك اب؟ MUA. MUA. تعالي بقى انت ماما برضه حاطه ميك اب MUA؟ لا ده طبيعي. في روج. وده طبيعي. يا جماعه عايز اقول لكم ان احنا النهارده لا تعالي نروح بقى لسمية نشوف. طب انت جبتي ايه من MUA؟ انا جبت. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اروح شويه ولا ايه؟ جبت برونج. ده برونز. جبت كونسيلر. اوكي. ده عشان تحت العين. ايوه. جبت ده روج.
روج Liquid. للشفايف. لا 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 هنا اوكي. ليكويد. وجبت كمان التاني ولا ما اعرفش تاني. جبت ده ماجيكال. تعرفي ايه ده؟ ماجيكال. خد هنا وبعدين بينفخ بيكبر. انت حطيتي منه؟ لا طيب تعالي يعني. انت جبتي ايه بقى وريني؟ انا جبت ده لان اللون المميز اللي هو سابيو ميلو تعطيه بتفاح، وجبت ده. حلوة قوي. جينا على الكافيه جنب خلصنا مشاوير، جينا الكافيه لقينا القمر ماريا ولقينا القمر ماما. سمية النهارده عندها ايفنت. تعالي بقى معايا بقى. سمية النهارده عندها في الشغل ايفنت، هي اللي عامله الايفنت ده بتاع الميك اب، اسمه MUA صح؟ MUA كوزمتيك. ده براند ميك اب معروف هنا في اليونان. فسمية عامله الايفنت ده في الصيدليه اللي هي بتشتغل فيها، فتعالوا نشوف بيعملوا ايه. اوكي. وبعدها بقى رحنا الصيدلية اللي أختي بتشتغل فيها، لأن زي ما انتوا عارفين أنا أختي خريجة صيدلة وهي بتشتغل صيدلانية في اليونان. سلمنا على كريستينا دي برضو صيدلانية وميك اب ارتست، ولقيت سمية واقفة بتصور طاطا مع واحدة شعرها أصفر، فأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل. وده أخويا مع الفانز بتوعه. عاملة ايه؟ الحمد لله. هو ايه طاطا تعرف عليها؟ هي كانت عايزه تتصور مع طاطا فانا حبيت اصور قلت اوكي. انت بتاع النهارده بتاع هو ايه؟ الايفنت النهارده عن الميك اب. علي لي صوتك بس. الايفنت النهارده عن الميك اب في براند كده يوناني واسعاره حلوه جدا جدا اسمه MUA. فعاملين دلوقتي برودكتس تجنن والكواليتي حلوه قوي قوي وباسعار حلوه جدا. فالناس كلها يعني بقى دلوقتي ترندنج نمبر 1 هنا في اليونان MUA للناس اللي مش عايزه تجيب حاجات غاليه قوي، فبتضطر تجيب MUA، بس بتلاقي ان هو الكواليتي بتاعته حلوه قوي، فده بيشجعهم ان هم يجيبوا تاني. وعندهم دلوقتي كل المنتجات الترندي، البلامبينج، الحاجات البرونزنج والحاجات دي. بس انتي حبيبتي عامله حاجات عامله جميله عزومه جدا. في الصيدليه. جايبه بسكويتات، جايبه شوكولاتات. انا بقى عايزه ادوق الشوكولاته دي. ايوه. هو بما انهم مشغولين وزحمه ومش عارفين يعملوا ايه، فدلوقتي انا وطاطا هنشوف ايه اللي هيحصل. ده هنا قسم الميك اب. انا شايف اللون ده مع عينك، سحبة عينك مع لون بشرتك تحفه خطير. طب هو ده ايه اصلا؟ انت مش متخيل ايه هو ده اصلا؟ طيب انت مش تتخيل هو ايه اخترعوا ايه اصلا دلوقتي. انا قول هقول بجد والله. انا هقول ده القلم السحري. ممكن ترسم بيه شفايفك وعينك. وريني بس. طالما لون اسود يبقى ما ينفعش نرسم. ده لون اسود. دي اهم اختراعاتنا، اخر صيحه. لو ده مش عاجبك في بقى ايه حاجه ثانيه خالص. عارف في باودر. ده ايه طيب؟ ده اسمه باودر. ايه؟ باودر لايه؟ تيستر انشتلمنت. لايه؟ للبق، للخدود. للوش ووتر بروف. ممكن تنزل بيه البحر عادي. في الالوان البحر الجديده. بس واضح ان ده اي شادو، مش مهم يعني مسميات. فوق العين. هو بيستخدم لكذا حاجه. بس ما بتعلي صوته واحنا بنعلي صوتنا. كده تحفه. انت عارف ايه دي؟ انا عارفه ده، انا حافظه ده. آه. ده اللي بيخلي الشفايف اكنها واكله سمين. جرب حته بس صغيره. انا مش هينفع. لا جرب بس انا مش هينفع. يا ابني، جرب بس. عيب. ده اسمه بلامبينج، يخلي الشفه بلامب اكنها واكله ايه؟ كأنها مريله كده. لا بس بيبقى حلو يعني على الشياكه، مش وحش. بس كده. انا جاي. بصوا يا جماعه، اختي هي اللي اكيد مش هي اللي نفخه البلالين، بس هي اللي عامله الحركات دي، فاهم؟ عشان تبان بس ان هي ايه. انا المفروض جاي عشان ادعم اختي دي الحقيقه، بس الحقيقه بقى اللي بجد ده المفروض، بس الحقيقه هو انا جاي علشان اختي قالت لي ان هي جايبين حلويات. الحلويات دي غاليه، انا جاي عشان اكل. طبعا انت بتصور نفسك تشوف صح؟ هي طبعا. ايه ده بقى يا طاطا؟ كيندر. كندر ايه يا عم؟ ممكن ندوق ونشوف.
خطير. تحفه. ما سمية مش هتجيبنا على الفاضي برضه. تحفه. عايزين سمية مكلمين عشان نعمل دقايق. ممنوعات يا صاحبي، ممنوعات. انا المطرشم. بص يا صاحبي الحته دي مش عند حد. ممنوعات. طب ايه انت مش عايز تاكل حاجه من الحاجات دي يا تاتا؟ بص احنا دوقنا ده، خد بقى دي. لا انا لسه واكل بابل تي ده. طب خد دي عشان بس عايز اجي ادوق حاجه تانية. زي البيف السوداني دي. هو في، انا خايف يكون في كاميرات هيصوروا وانا بحط في الكيسه في جيبي. مش مهم يعني، سمية ماسكه الكاميرا. هتغطي علينا. وبكده اخيرا الفلوج يكون خلص. انا عارف ان هو ممكن يكون كان طويل شويه، بس حاولت الم لكم فيه كل حاجه حصلت في اليوم ده. شايفين الكرسي الجميل ده كان على البحر، وده هيبقى الفلوج الجاي، يبقى حاجه بقى ايه عن البحر والسيف وجبال. يا رب الفلوج يكون عجبكم، ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لنا في الكومنتات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وبس كده.